يا اهلا وسهلا بيكم. معظمكم بتشوفوا الحيطان دي واحنا بنصور، لان احنا بنبقى عاملين سيت اب، بنستلم كل القطع اللي بتجيلنا، الكواليتي بتاعتها والفينشز بتاعتها، وبعدين نبتدي نصورها عشان لو العميل عنده ظروف مش هيقدر يفتح البيسز. السيت اب ده بصوا كده معايا بقى قد ايه مميز ولطيف والوانه ناعمه وهاديه جدا. عاملين فيه تفاصيل صغيره قوي نقدر نعملها عندنا في البيت كلنا. اول حاجه عملنا حاجه اسمها فوكال بوينت او نقطه ارتكاز بصري، اللي هي الدفايه. لازم اي قعده احنا هنقعد فيها يكون فيها نقطه ارتكاز بصري. عندنا حته التي في، عندنا دفايه، بدل دي يكون هنا في باهو او تشست او كونسول حلو. المهم ان يكون في نقطه حلوه او منطقه ارتكز عليها بعيني لما اكون قاعده في السيت اب ده. اول حاجه بدانا بالدفايه دي. طبعا الدفايات نقدر نعملها دفايات طبيعيه بتطلع تدفئه، وممكن ساعات بيتحط الكتريك فاير بليسز، وكنتوا اكيد شفتوها عندنا في مشاريع. احنا بينا هنا بقى عاملين دفايه موك اب شكل بس. الكلاينت ان شاء الله لما الدفايه توصل لها هتحط هنا شمع جوه، فهيدي اضاءه وشكله شيك. وممكن ساعات احيانا نجلد الجزء ده مرايه. عندنا برضو هنا حاجه تانية، المرايه السان بيرست بتاعتنا، الفينش بتاعها قد ايه لطيف وقد ايه ناعم. التاثير هنا غير التاثير هنا، وتمشي مع كل الستايلز. لو خدنا نفس المرايه دي حطيناها في سيت اب كلاسيك هيبقى شكلها حلو، لو حطيناها في سيت اب كونتمبري شكلها حلو. بصوا بقى السيت اب اللطيف ده، وده ماي فيفورت، ان انا احط توين سوفاز، احط كنبتين توأم زي بعض بالظبط، بنفس التفاصيل بنفس الدلع بنفس الديكوريتيف كوشنز. في الكنبه دي ناس كتير بتقول عليها سبانيش صوفا، لكن دي معلومه خاطئه. دي اسمها نول صوفا، KNOLE. اتس ان انجلش صوفا، ده ستايل انجليزي. كان زمان الكنبه دي الجنب بتاعها ده بيتفرد من هنا وبيتفرد من هنا، وما زلنا بنعملها، لكن احنا يعني ايه، مش لازم قوي نمشي زي ما الكتاب بيقول، فعدلنا فيها شويه تعديلات. خدنا قماشه اللون بتاعها مش قادره اقول لكم جماله، هو ما بين اللون الاوف وايت واللون المستكه وسن الفيل، لكن ما فيهوش درجه الصفار. عملنا عليها ديتيل المسامير اللي انتم شايفينه هنا عشان تكحل بس الكنبه شويه يكون شكلها لطيف. وخدنا نفس الديتيل تحت. ساعات نقدر ننفذ الكنبه دي ان احنا نعمل لها عقاده من تحت. ومعظم الكنب الموديل ده بيتحط هنا اتنين اللي هم زي حاجتين خشب عشان حد مش فاهم، وبيتحط عليهم زي كابل او كوردون او شرابيه عقاده. هنا بقى توزيعه الكوشن مميزه قوي. انا دايما لما اجي اعمل كنب لازم ما ابعدش قوي 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 عن لون الكنبه. اقدر ساعات اغمق واقدر ساعات افتح، لكن الافضل اقرب من لون الكنبه. طعمنا بس هنا بكوشن فيها تاتش اوف كولر عشان تدي لايفنس للمكان. ميزه الكنبه دي لطيفه قوي، ان انا شايفين السيت اب الحلو ده والبلو بلان اللي احنا حاطينه والفازات الازرق في ابيض والفازه اللي ورايا الازرق. نفس الوقت في بيتي لو انا عندي الطقم ده اقدر اجدده في اي لقطه. هشيل شويه كوشنز واحط شويه كوشنز مختلفه واحط اكسسوارات مختلفه. حتى لو خليت الكوشنز او الخداديات زي ما هي، بتغيير بسيط جدا في الاكسسوار ممكن تديني لوك مختلف. طبعا هنا تفصيله ما تفوتكوش، الترابيزه الماركتري الحلوه اللي عندنا للناس اللي بتحب الحاجات الكلاسيك. من اشيك الستايلز اللي تقدروا تعملوها عندكم في البيت ان انتوا تعملوا فيوجن للستايلز، يعني نحط حاجه كلاسيك مع حاجه كونتمبري، حاجه لطيفه. ده ساعات بيسموه ترانزيشنال او فيوجن. احنا حطينا هنا الترابيزه دي بالتفاصيل النحاس ده كله يدوي، الماركتري اللي معمول في القرصه ومعمول هنا اكتر من رائع. نقدر ننفذها زي ما هي، نقدر نعملها مربعه، نقدر نعملها مدوره. هنا احنا اخترنا انها تكون بيضاوي عشان سهوله الحركه. كتير في الفيديوز بتقولوا لنا الترابيزه ضيقت المكان، ده مش واقعي، دي عشان زاويه التصوير. انا عندي ستاندرد من الترابيزه للكنبه من 60 ماكسيمم ل 40 سم، عشان لو انا قاعده بشرب حاجه اقدر احط ايدي هنا، اجيب كوبايتي، احط موبايلي، اشرب ميه اند سو اون. قولوا لي بقى عجبتكم التفاصيل ولا لا في السيت اب ده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع ستايل هاوس.